بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل كنا هنعمل عزومة لأصحاب البنات. احنا بقى بحكم ان احنا في اجازة نص السنة، وبعدين قالوا لي ايه نعمل، يعني صاحباتنا هتجيلنا واعمل لهم عزومة يا ماما وكده. فالبنات قالوا لي يا ماما احنا عايزينك تعملي لهم عزومة، صاحباتنا جايين لنا يعني هيقضوا معانا اليوم. فقلت لهم ماشي حاضر. فبعد ما عملنا الأكل فهم قالوا لا احنا يعني واكلين والله ومش هناكل، والله احنا مش هناكل حاجة. فقالوا لي اعملي لهم بقى يا ماما حاجة خفيفة. اعمل ايه خفيف؟ قالوا لي بقى اعملي بسبوسة وبيتزا، يعني اكل او تحالي كده واكل خفيف يعني. فقلت لهم ماشي حاضر. فروحت بقى اعمل البيتزا والبسبوسه. وبعد ما عملت البيتزا والبسبوسه اتفاجئت بقى، قالوا لي يا ماما ده في ناس ما بتاكلش البسبوسه وعايزين كيكه بالبرتقال. فروحت تاني عملت لهم كيكه بالبرتقال. فكان بجد يعني بجد يوم شاق جدا. فدلوقتي احنا الأول عملنا البيتزا والبسبوسة، وبعد كده بدأت أعمل في الكيكة بالبرتقال. البيتزا عملتها بسم الله ما شاء الله ناجحة خالص وجميلة، عملت لهم صينيتين مقاس 30. وعملت البسبوسة زي ما انتوا شايفين جميلة جدا، هتشوفوا الطريقة. بس هي لسه يعني طبعا ايه، لسه سخنة، فلسه ما تمسكتش قوي يعني. بس شوفوا بسم الله ما شاء الله، مستوية من فوق ومن تحت وطعمها جميل خالص. بس المفروض ان هي على الاقل تتعمل من بالليل وتتحط في التلاجة، او تتحط في التلاجة ساعة على الاقل، تقدري تقطعيها كويس وبتبقى طبعا ايه متماسكة وجميلة يعني. والبيتزا بسم الله ما شاء الله طلعت ناجحة مية 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 يعني 100%. العجينة طرية وجميلة، مستوية من فوق ومن تحت، سمك العجينة جميل جدا. ديت الصينية ديت مقاس 30. أنا عملت نص كيلو دقيق، عملتهم في الصينيتين، صينيتين مقاس 30. تعالوا بقى إن شاء الله نشوف هنعملهم إزاي. الأول إحنا إن شاء الله بإذن الله هنجيب نص كيلو دقيق. إحنا هنعمل اتنين بيتزا في صينية أو في صينيتين مقاس 30. هن نص كيلو دقيق عليه كيس خميرة فورية، حطيت عليه كيس خميرة فورية. وطبعا وحطيت ايه نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة ملح. وطبعا ايه وهنحط كمان معلقتين سكر، يبقى حطينا نص معلقة صغيرة ملح ومعلقتين سكر وكيس خميرة. وهنجيب طبعا بيضة، البيضاية تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش ساقعة عشان ما تفسدش الخميرة. يبقى هنجيب بضاية بدرجة حرارة الغرفة، حطينا كمان بضاية. وهنحط مادام حطينا بيضة هنحط عليها ايه قيمة معلقة كبيرة خل، هيحوش ريحة الزفرة، والخل بيكون محسن للعجينة يعني، وبيخليها ايه هشة وجميلة. وهننزل بربع كوباية زيت، وهننزل كمان بربع كوباية زيت بس. وبعد كده بقى هنجيب اللبن ندفيه، يكون دافي زي رضعة البيبي كده، ما يكونش سخن ولا ساقع. ساقع هيغيب الخميرة قوي عما تخمر، ولو سخن برضو بيفسد الخميرة. يبقى اللبن دافي زي رضعة البيبي كده. ونبدأ بقى دلوقتي احنا حطينا كل المقادير على الدقيق. هنحط بقى ايه ننزل باللبن شوية بشوية لحد ايه لما نشوف العجينة. لحد احنا دلوقتي طبعا في الشتاء، بما اننا في الشتاء بتبقى العجينة ما تحاوليش تخليها ايه ماسكة قوي صلبة، لا خليها لينة بقى، لان احنا في الشتاء، في الشتاء ما بتسحش. لو في الصيف خليها في الصيف ماسكة شوية، على اساس العجينة بتسيح في الصيف من الحر. اما دلوقتي بما اننا في الشتاء فخلي العجينة ايه طرية معاكي عشان ما تتعبكيش في الفرد. يبقى دلوقتي بنبدأ بقى نحط اللبن شوية بشوية لحد لما نلم العجين كله. وايه والعجينة كده نلاقيها يعني حلوة كده، بتلاقي يعني تكون فيها سن تلزيقة بسيطة كده، وتكون برضو لينة وحلوة. وبعدين بقى بنغطي عليها وبنحطها في مكان دافي، مثلا الفرن بتاع البوتاجاز، او نحطها في اي مكان دافي ونغطيها كويس بغطا كويس، ونسيبها بقى لما بتخمر. وبنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. بس يعني ايه انا بقى يعني النهارده كان يوم شاق جدا جدا جدا، بس الحمد لله يعني تعب يجيب فايدة.
والبيتزا كانت ناجحة جدا جدا، عجبتهم خالص، قالوا لي والله بجد بجد احسن من اللي بنشتريها من بره. والبسبوسة برضو كانت ناجحة جدا، رغم ان في ناس يعني بنات ما بتحبهاش. ورجعت تاني عملت لهم، قالوا لي احنا ايه، في ناس عايزة كيكة بالبرتقال، بحكم طبعا ان البرتقال كتير الايام دي، والكيكة بتبقى جميلة قوي، كيكة البرتقال بالذات البرتقال اليوستفندي بقى والريحة بتاعته. فعملت لهم كمان كيكة بالبرتقال، وعملت لهم لها صوص، وظبطتهم يعني بقدر الامكان على اساس ان هما برضو يكونوا ايه، مبسوطين وكده يعني، ويقضوا يوم كويس مع البنات. ودلوقتي العجينة زي ما انتوا شايفين اهي، عدد طرية، ويعني فيها سن التلزيقة كده. وايه خلاص يعني هي كده خلصت، العجين خلص، هي خدت مني يعني اكتر من 10 دقايق بعجن فيها، يعني في حدود ربع ساعة. تعجنيها عجنة كويسة بتريحك بعد كده، وبتبقى طرية في ايدك بقى، عاملة زي الملبن كده، بتبقى تتفرد معاكي بسهولة. ليه؟ لانها مخدومة كويس. بعد ما خلصنا العجينة نركنها على جنب، وهنيجي بقى عشان نعمل الصلصة. هنجيب بقى ايه حلة ونحط فيها معلقتين كبار كده زيت، ونكون جايبين بصلاية ما تكونش كبيرة، بصلاية صغيرة يعني زي اللي بتحطها على السلطة كده، بصلاية صغيرة. وننزل بالبصلاية نقطعها قطع صغيرة. هننزل دلوقتي بقى بالبصلاية، حطينا الزيت ننزل بالبصلاية، وإيه ونشوح فيها لحد لما يعني تدبل بس كده، مش شرط إنها تلون. ونكون طبعا جايبين الطماطم، في حدود نص كيلو طماطم، فرمينها ومصفيينها كويس، وايه ونحطها. يبقى هنحط على البيتزتين في حدود نص كيلو طماطم، والنص كيلو طماطم كان كتير، عملوا بيتزتين وكان متبقي كمان يعمل بيتزاية، يعني ممكن تشيلي منهم طماطمايه كمان ولا حاجه. يعني النص كيلو عمل بيتزتين، وتبقى كمان تعملي كمان بيتزاية. دلوقتي بقى بنقلب، فنجيب كمان فصين توم، فصين او 3 توم، وتحطيهم على البصلة. وطبعا لو انت عندك توم مفروم متخزن بقى في التلاجة، بتجيبي ايه نص معلقة صغيرة توم مفروم. التوم بيديلها ريحة جميلة قوي ونكهة حلوة. وطبعا في ناس بتعملها بتوم بس ما بتعملش عليها بصل، بس هي انا بعملها بالبصل، بتبقى جميلة، بصلاية صغيرة مش كبيرة، ولا وسط يعني صغيرة. وفصين 3 توم، وبتشوحيه مع بعضه، تقلبيه كده لحد لما بيدبل. وبعدين بننزل بالطماطم، وبنبدأ بقى ايه الطماطم نسيبها لما تتسبك خالص، وبنبدأ بقى نحط لها البهارات. وهنشوف هنحط فيها ايه، يعني هوريكم هتبقى ايه، بس دي بتبقى صلصة جميلة 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 جدا، اجمل صلصة للبيتزا، هتعجبكم قوي قوي قوي. والعجينة دي اجمل عجينة للبيتزا، والله عجينة تحفة، عجينة من الاخر يعني. والصلصة برضو هتعجبكم قوي قوي قوي، بدليل ان هي البيزتين انتوا هتشوفوهم بقى دلوقتي ان هما ناجحين مية مية. هننزل دلوقتي بالطماطم بعد ما البصلاية والفصين التوم يعني لونوا كده او دبلوا، بننزل بالطماطم ونسيبها بقى على النار. هننزل فيها بمعلقة ملح، معلقة صغيرة ملح. وبعدين هننزل برضو بمعلقة سكر، يبقى معلقة سكر ومعلقة ملح. وبعدين بقى هنسيبها تتسبك، وعما تتسبك بنجيب الخضار بتاع البيتزا، بنغسله طماطم والفلفل، بنغسلهم كويس قوي، ونبدأ نقطعهم على أساس يبقوا ايه جاهزين. نجيب برضو الزيتون اللي هو الشرايح، نجهزه على أساس ساعة ما بتطلع وبنفرد البيتزاية، بنبدأ نحط الصلصة، وفوق الصلصة بقى نحط الجبنة، وفوق الجبن بقى بتحطي الزيتون والطماطم والفلفل، وتبدأي تحطي الجبنة الموزاريلا كده يعني. هنشوف كل حاجة من الحاجات دي واحدة واحدة وخطوة خطوة. دلوقتي احنا بنقطع الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، بتقطعيه شرايح، وممكن تصغريه عن كده، بس دوت فلفل يعني ايه، يعني هو عامل زي الشطيطة كده، منه مش فلفل ولا شطيطة، يبقى هو بين الاتنين. فبنعمله بقى ايه شرايح ايه رقيقة كده. وممكن لو هو فلفل رومي تخين كده، بتقطعيه قطع صغيرة، بتقطعيه قطع صغيرة على أساس إن هو إيه، ما يبقاش يبقى يستوي يعني ويبقى كويس. أما ده بحكم إن هو يعني إيه رقيق كده، فبيستوي على طول. وبعدين بقى هنجيب إيه 3 طماطمات. طبعا بنجيب الطماطم زي ما انتوا شايفين كده، بننضفها تماما من البذر والمية اللي فيها، عشان ما تنزلش مية على البيتزا، ما تخليش البيتزا مرقة أو تنزل عليها مية. فبنحاول نحوش البذر وكل المية اللي فيها، نحوشها خالص يعني، على أساس بس بناخد اللحم بس عشان ما ينزلش مية على البيتزا.
والطماطم طبعا في الشتاء الايام دي بتبقى مبقاش فيها ميه كتير، بيبقى فيها اللحم كتير والميه بتبقى قليله، مش زي الطماطم بتاعه الصيف. بتاعه الصيف بتبقى كلها ميه، اما الشتاء بتبقى الطماطم يعني فيها لحم والميه قليله. بنبدأ بقى نحوش البذر خالص والميه اللي فيها تماما، وبنقطعها برضو قطع صغيره. هيبقى كده على أساس تبقى كل حاجة جاهزة، ما نتعطلش، نفرد ونحط على طول وكده يعني. ودلوقتي بقى بننضف الطماطم كويس، وهنبدأ بقى نقطعها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين لما بنخلص بقى الحكاية الطماطم والفلفل، بنجيب برضو الزيتون والجبنة طبعا. الجبنة بتطلعيها من قبلها من الفريزر، يعني ما تحطيش الجبنة على البيتزا وهي متلجة، لا الجبنة تكون يعني بدرجة حرارة الغرفة، ما تبقاش متلجة، تبقى سايحة كده على أساس إنك لما تحطيها تمط معاكي وتبقى كويسة. أما لو حطيتيها وهي خارجة من التلاجة بتنشف وما ما بتمطش، بتبقى مش كويسة. فطبعا الجبنة تكوني مطلعاها، عما تعجني، عما بعد ما عجنتي عما العجين يخمر، تكوني طلعت الجبنة وحضرت الخضار وحضرت البيتزا، على أساس تبقى كل حاجة جاهزة. وبمجرد ما العجينة تخمر بنطلعها، بنحضر الصواني ونبدأ نبططها ونروح على الفرن نولعه، على أساس إن الفرن يكون يعني يتولع قبلها ب10 دقايق، يكون سخن. بمجرد ما تحطي فيه البيتزا على طول تستوي، ما تنشفش، والجبن ما تغيبش فيها تقوم تنشف. نبدأ بقى نقطع الطماطم دلوقتي والفلفل. دلوقتي بقى بنقطع طبعا الطماطم والفلفل، خلصناهم بقى تقطيعهم. هنبقى نشوف الصلصة، نشوف الصلصة بقى عملت ايه معانا دلوقتي. الصلصة اهي بسم الله ما شاء الله اتسبكت، احنا حطينا عليها ملح وسكر. هنحط بقى فلفل اسود، ننزل بفلفل اسود ومعلقة توم باودر ومعلقة بصل باودر، معلقة صغيرة يعني، لأن احنا طبعا حاطين بصل وتوم فريش. ومعلقة بابريكا، معلقة صغيرة برضو بابريكا، معلقة يبقى زعتر. يبقى دي البهارات، ملح وفلفل وسكر وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وزعتر. بس دي بهارات البيتزا، الصلصة بتاعت البيتزا. البهارات ديت وبقى طعمها جميل جدا جدا جدا، والسكر بقى بيحوش اي حموضه، يعني بيبقى بيخليها جميله. وبعدين هننزل بقى بمعلقتين حلوين كده كاتشب. الكاتشب بقى لو الطماطم يعني لونها فاتح شويه بيخلي لونها غامق، وبيخلي قوامها تقيل، بيخليها جميله بصراحه. وبعدين بقى الكاتشب احسن من الصلصه لانه بيديها تسكيره كده، فبيبقى جميل جدا. ودلوقتي بقى الصلصه خلصت تماما، نطفي عليها بقى ونشوف العجين. العجينه بقى خمرت اهي بسم الله ما شاء الله. ده نص كيلو، هنقسمه 2، هنقطع العجينه 2 على أساس هنعملها بيتزتين. والبيتزاية هنعملها في صينية 30 سنتي، هنحطها البيتزتين في صينيتين 30 سنتي. يبقى النص كيلو بتعمل في صينيتين مقاس 30 سنتي، بتبقى مظبوطة جدا جدا جدا. جربوها يعني. هنقسم بقى دلوقتي العجينة على 2، يعني كل بيتزاية ربع كيلو، ربع كيلو دقيق، كل بيتزاية ربع كيلو. هنركن بقى واحدة على جنب، نسيبها كده ترتاح، ونبدأ نشتغل في التانية. طبعا الصينية يكون الصينيتين جاهزين، ونبدأ بقى نجيب شوية دقيق كده ونفرد عليهم العجينة بالسمك اللي هتشوفوه دلوقتي. يعني السمك يعني حاجة بسيطة، ما تبقاش لا تخينة قوي ولا برضو في نفس الوقت مثلا تبقى رقيقة زي رغيف العيش، لا يعني بتبقى سميكة شوية متماسكة شوية. ودلوقتي بقى بنحط الدقيق ونبدأ بقى نفردها، ونجيب النشابة ونفردها على أساس إن هي ما تبقاش سميكة برضو وما تبقاش رقيقة، بنخليها وسط. نبدأ بقى نفردها. هي طبعا لو احنا في الصيف مش هتبقي محتاجة نشابة، بس بحكم ان احنا في الشتاء فبتبقى العجينة ماسكة معاكي شوية متماسكة شوية، لازم ان انت تفرديها بالنشابة شوية. برضو على أساس إن هي تبقى تريحك، وفي نفس الوقت بتبقى متساوية وبتبقى حلوة برضو، بتبقى ملمسها مظبوط عما تعمليها بإيدك، بتبقى ملمسها مظبوط. هنبدأ بقى نفردها زي ما انتوا شايفين كده.
هي صينية مقاس 30 مظبوطة جدا جدا جدا، مظبوطة عليها جدا. وطبعا اللي عايزها بقى يعني أرق من كده بس مش هتبقى حلوة، تبقى في صينية أكبر شوية، بس هي كده مظبوطة جدا. ودلوقتي يعني احنا بقى بنبدأ نفرد كده، نفردها شوية. هي عدد حلوة خالص يعني كده شبه مظبوطة. عايزة كمان فرد شوية صغيرين. جبنا بقى، هنجيب بقى الصينية، نحط فيها قيمة معلقة كبيرة زيت، ونبدأ نوزع الزيت في الصينية كلها. الصينية دي مقاس 30، نبدأ نوزع الزيت في الصينية كلها. وبعدين هنجيب العجينة أو البيتزاية، نحطها في قلب الصينية، ونبدأ نوصلها كده للنهاية يعني. ونحاول نعمل لها حافية كده جنب حافية الصينية، على أساس لما تيجي تحط الصلصة ما تلزقش في الصينية، ما تلزقش في حافة الصينية. فايه تعملي تسيبي يعني تعملي ايه، زي حرف لها كده، حرف جنب الحافية بتاعة الصينية، تعملي حرف كده، هتبقى ايه مية مية. وبعدين بقى ايه، هنجيب دلوقتي الشوكة. هي كده البيتزا عدد مظبوطة ومظبوطة خالص، والسمك بتاعها مظبوط جدا. انا قايله لكم على كل حاجة بالتفصيل. يعني الصينية ديت واخدة ربع كيلو دقيق، يعني البيتزا ديت ربع كيلو دقيق، ربع كيلو دقيق على صينية مقاس 30. طالعة مظبوطة جدا والسمك مظبوط جدا، يعني حلوة أوي أوي أوي. نبدأ بقى إيه، هنجيب شوكة، ونبدأ إن إحنا نغرزها كده بالشوكة، على أساس إن هي ما تبقاش زي رغيف العيش وتقب، لأن هي طبعا هي فيها خميرة، فإحنا مش عايزينها تقب، دي بيتزا. فعايزينها إيه، فنقوم نغرزها كده بالشوكة، هنعملها كده كلها بالشوكة. وطبعا إيه، هنركنها على جنب على ما برضو ترتاح شوية. طبعا احنا مولعين الفرن، احنا ولعنا الفرن من اول ما بدأنا ان احنا نخبز البيتزا او نبططها، بدأنا نولع الفرن. الفرن بيقعد له اقل حاجة 10 دقايق، ما بيكون متولع قبلها ب10 دقايق البيتزا ما بتغيبش فيه، فبالتالي ما بتنشفش والجبنة بتمط وتبقى كويسة جدا. لكن لما بتحطيها على على فرن بارد بتغيب وبتنشف والجبن بتنشف. بدي برضو ديت البيتزاية التانية. جبنا برضو الصينية اهي، حطينا فيها معلقة زيت، وحطينا فيها البيتزاية، وفردناها وعملنا لها حافية زي البيتزا الأولانية، جنب حافية الصينية كده، حرف، على أساس إن هي ما توقعش الصلصة، والصلصة ما توصلش للصينية. وبرضو ما تيجي تحط الجبن يبقى ايه، ما الجبن ما تلزقش في حافية الصينية. دي التاني بيتزا اهي برضو مظبوطة جدا على قد الصينية بالظبط. هنبدأ بقى نعملها بالشوكة برضو زي التانية. البيتزاية التانية بقى سيبناها طبعا ارتاحت ورجعت يعني تخمر كمان شوية في قلب الصينية. يعني هي أفضل حاجة عشان المخبوزات تنجح معاكي، المفروض إنها تخمر مرتين. أول مرة تخمر، وبعدين بتبدأي تشكليها وتسيبيها كمان تخمر كمان مرة في الصينية، فبكده المخبوزات بتنجح معاكي 100%. كده المخبوزات بتبقى ناجحة معاكي 100%. هنجيب بقى دلوقتي الصلصة بتاعت الصلصة ممتازة جدا، ولونها ممتاز، والقوام بتاعها ممتاز. ونبدأ ان احنا نفردها على عجينة البيتزا. ما تحاوليش ان انت توصلي يعني ايه الصلصة للآخر يعني. نبدأ بقى نفرد الصلصة جميلة قوي وريحتها جميلة جدا. الزعتر بقى مع البصل البودر والثوم البودر والبابريكا والحاجات دي بيديلها ريحة جميلة، بيديلها نكهة حلوة قوي. دلوقتي بقى كده ايه، عملنا الصلصة بتاعت البيتزا الأولانية زي ما انتم شايفين. يعني احنا ايه، ما تبقاش الصلصة كتيرة قوي ولا تبقى يعني قليلة، تبقى في الوسط كده. على اساس ان هي ايه، يبقى يعني الحاجه اللي في المعقوله احسن، يعني احسن لا تبقى كتيره قوي ولا قليله قوي، الحاجه في المعقول احسن. دي البيتزا التانية برضو هنبدا نحط عليها الصلصه. حطينا عليها الصلصه اهو. وبعد طبعا ما بنحط الصلصه بقى، طبعا الفرن بيكون يعني سخن بما فيه الكفايه. بنبدا بقى بعد الصلصه نجيب بقى الجبن، نحط الاول الجبن اللي هي الميكس، وبعديها بقى بنحط الزيتون والفلفل والطماطم، وبعدين بنحط الجبنه اللي هي الموزاريلا. وخلاص دي النهايه، وبندخلها في الفرن. بندخلهم الاتنين مع بعض على الشبكه بتكون في الرف اللي قبل الاخير، يعني تبقى قريب لتحت. ونحطها ونبدأ بقى لما نشوفها من تحت كده لقناها احمرت، بنطفي من تحت ونبدأ نولع الشواية.
دلوقتي هنحط بقى، نبدأ بقى خلاص يعني البيتزا بقى في التشاطيب، هنحط عليها بقى الجبنة اللي هي الميكس، نزلنا عليها اهي بالجبنة الميكس. وبعدها طبعا بيكون الزيتون والطماطم والفلفل جاهزين، بنبدأ نرصهم هما كمان. يبقى احنا كده حطينا الجبنة دي، جبنة ميكس، جبنة شيدر على جبنة رومي على جبنة موزاريلا، دي بنحطها في الأول، وبنخلي الجبنة الموزاريلا هي اللي على الوش. هنبدأ بقى نحط طماطم والفلفل والزيتون. البيتزا ديت يعني ما تقلش اي حاجه عن اللي بتيجي من بره، بل بالعكس والله هي اجمل وانضف واحسن ومتكلفه جدا عن اللي بره. واحنا عاجنينها طبعا بلبن، اللي بره بتتعجن بميه، يعني مكلفينها تكلفه، وطبعا بتبقى مغذيه، دي كله بيبقى مغذي، بتبقى طعم العجينه جميل، وبتبقى حلوه قوي وطريه، اللبن بيخليها كده طريه وجميله، بتبقى مغذيه ومفيده طبعا. يعني جميله جدا جدا، احسن من اللي بره مليون مره. ودي عشان تشتريها من بره يعني ما تقلش عن 100 جنيه، البيتزاية دي ما تقلش عن 100 جنيه. هي ما كلفتناش حاجة خالص، يعني هما اللي مكلف في الموضوع كله شوية الجبن بس، والباقي كلها حاجات طبيعية من البيت، أما الجبن بس هي اللي مكلفة شوية. دلوقتي بعد ما حطينا بقى الطماطم والفلفل، هنبدأ نحط الزيتون. يبقى حطينا الطماطم والفلفل، هنحط الزيتون. خلاص هي كده ايه، يعني البيتزاية احنا حاطين زيتون شرايح، في زيتون شرايح اسود وفي زيتون اخضر. انا بفضل دايما اجيب الاخضر، وطبعا انت ورغبتك، يعني هما الاتنين واحد، بس انا بفضل دايما ان انا اجيب الزيتون الاخضر. نبدأ دلوقتي حطينا كده الزيتون بقى كده مع الطماطم والفلفل. هنبدأ بقى لسه اخر خطوة بقى، اللي هي ايه، الجبنة الموزاريلا. عايزين نحط كده شوية جبن حلوين، على اساس ان هي يعني البيتزا هي ما هي الا جبن يعني، فعايزين ايه نكتر الجبن كده شويه، لان الجبن بتخليها جميله وبتديلها شكل جميل وطعم حلو برضه، وبتبقى مغذيه، الفايده الغذائيه فيها بتبقى عاليه، القيمه الغذائيه عاليه فيها برضه. فنبدا بقى نحط شويه جبنه موزاريلا كده حلوين، وايه وندخلها في الفرن. وعما نجهز التانية، بنحط دي مكان دي ونغيرهم مكان بعض، على أساس ايه كل شوية نغير، يعني في مكان بتبقى النار عالية شوية عن التاني، فبنحاول نغير دي شوية ودي شوية، على أساس إن الاتنين يبقى ياخدوا نفس درجة الحرارة، ما تبقاش واحدة استوت الأول والتانية لسه ما استوتش، يعني يبقوا الاتنين نفس الوضع. فعشان كده أنا خرجتهم الاتنين مع بعض، كانوا بسم الله ما شاء الله الاتنين كأنهم حاجة واحدة، مستويين وزي الفل زي بعض بالظبط. ودلوقتي هنحط تاني دي البيتزا التانية، هنحط الجبن اللي هي الجبنة الميكس، هنحطها تحت. الجبنة الميكس دي اللي هي قلنا الشيدر والموزاريلا والرومي، نحطها تحت. وبعدين نبدأ بقى ايه نحط برضو الطماطم والفلفل والزيتون. كده خلصنا الجبن، نبدأ بقى نحط الطماطم اهي والفلفل والزيتون. البيتزا التانية في قلب الفرن، ودي رخرة اهي، يعني ايه شبه خلصت برضو، هنتاخد التانية بقى نحطها في المكان اللي هي يعني درجة الحرارة اهدى شوية، ونحط دي مكانها، ونفضل كل شوية ايه نغير في الصواني، على اساس نحط دي مكان دي ودي مكان دي، على اساس الاتنين ياخدوا نفس درجة الحرارة. هي بقى كده خلاص الطماطم والفلفل خلصناهم، هنبدأ بقى نحط ايه الزيتون والجبنة الموزاريلا. ما بتاخدش في الفرن حاجة، يعني بتاخد في الفرن بالكتير خالص نص ساعة، ممكن تطلع بدري عن كده، يعني لو الفرن عندك درجة حرارته عالية، والمفروض ان احنا بنحطها على اعلى درجة حرارة، يعني احنا بندخلها الفرن على اعلى درجة حرارة. انا الفرن بتاعي يعني اعلى درجة حرارة بحطها فيه، لو في بقى افران تانية درجة الحرارة عالية قوي، فكل واحد ايه حسب ما هو عارف الفرن بتاعه الوضع بتاعه يعني. نبدأ بقى نحط الجبنة الموزاريلا، نبدأ نحطها بقى، ديت البيتزا دي التانية كمان شبه خلصت اهي. هندخلها بقى الفرن
هننقل التانية ننتخرها شوية ونحط دي، ونبدأ كل شوية كده ايه نبدل الصينيتين مع بعض على أساس إن هما يخرجوا في نفس الوقت يعني. وطبعا بنسيبهم لحد لما بنجيب شوكة كده وبنرفعها من تحت نلاقيها ان هي احمرت وبقت لونها جميل. نبدأ بقى ايه نطفي من تحت ونولع الشواية من فوق. وطبعا لو فرن شغال من فوق ومن تحت خلاص بتسيبيها بقى يعني هي بتحمر من فوق ومن تحت مع بعض. ودلوقتي بقى هنجيب ايه؟ هنجيب طلبات البسبوسة. احنا هنعمل 3 كوبايات سميد بسبوسة. 3 كوبايات يعني هما في حدود نص كيلو سميد، ممكن يكون زايد شوية أو قليل شوية، دي حسب بقى وهنحط ذرة ملح. يبقى احنا جبنا 3 كوبايات سميد بسبوسة، حطينا ذرة ملح، وحطينا كمان في حدود تلت معلقة أو نص معلقة بيكنج باودر. يبقى حطينا 3 كوبايات سميد بسبوسة، وحطينا كمان نص معلقة يعني ربع معلقة ملح، وتلت معلقة أو نص بيكنج باودر. وبعدين نزلنا ب3 معالق جوز الهند. 3 معالق جوز الهند. احنا لسه ما دخلناش البيتزا على اساس البيتزا التانية مخلينها في المكان اللي هو ناره عالية شوية، ودلوقتي هنبدأ نتخرها وندخل دي. نتخر البيتزا في المكان اللي هو ناره اقل، وندخل البيتزا التانية دي في المكان اللي هي ناره اعلى، على اساس الاتنين يعني يستووا في نفس الوقت. ودلوقتي هننزل كمان بكوبايه الا ربع سمنه بلدي. يبقى احنا جبنا ديت طلبات البسبوسه: 3 كوبايات سميد بسبوسه، ربع معلقه ملح، او يعني ربع معلقه ملح، وكمان تلت معلقه او نص معلقه بيكنج باودر، مش اكتر من كده. وبعدين بننزل ب3 معالق جوز الهند، وبعدين بننزل بكوبايه الا ربع سميد بس، كوبايه الا ربع سمنه. والكوبايه الا ربع سمنه دي بتكون سمنه بلدي وبراحتك، بس ما تحطيش زيت. يعني سمنه بلدي ماشي، سمنه عاديه ماشي، لكن ما تحطيش زيت، او سمنه وزبده ماشي، لكن ما تحطيش زيت على البسبوسه. يبقى كده بنقلب البسبوسه. طبعا هي اسمها بسبوسه، فلازم ان احنا بنبسها مع بعض. تبسيها يعني على اساس ان ايه؟ ان السميد يتغلف بالسمنه، يعني بيبقى عامله زي ايه؟ زي الرمله المبلوله كده. تبقى السميد عامل زي الرمله المبلوله، لازم يتغلف كله بالسمنه، زي الرمله المبلوله كده. بنبسه بقى كده في السمنه. يبقى احنا كده حاطين كوبايه الا ربع سمنه بلدي، وتبسيها كده مع بعض على اساس ان السميد كل حبايه في السميد تتغلف بالسمنه. ودلوقتي هنجيب بقى كوبايه سكر، وتكون سكر ابيض. يفضل طبعا ان هو يكون سكر ابيض. هنجيب كوبايه سكر ابيض، وننزل عليها بايه؟ بكوبايه لبن. يبقى كوبايه سكر ابيض وننزل عليها بكوبايه لبن، كوبايه سكر وكوبايه لبن. وهننزل عليها كمان بمعلقتين عسل نحل، او لو عسل كلوكوز يكون افضل، بس بدل ما فيش عسل كلوكوز هننزل عليها بمعلقتين عسل نحل. وهناخد الخليط ده كله ونحطه على البوتاجاز، على اساس ان احنا بس السكر يدوب، مش عايزين اكتر من كده، يعني عايزين السكر بس اللي يدوب. نحطه بقى لما مش عايزينه يعني يسخن للدرجة اللي هي عشان ما ينشفش البسبوس، احنا عايزينه بس السكر يدوب. ودلوقتي حطينا ساعة ما السكر هيدوب هناخده ونحطه على الخليط اللي هو السمنة والبسبوسة، او السمنة والسميد يعني، وجوز الهند وكده. ناخده بقى مع بعضه ونحطه على على الخليط اللي هو السميد والسمنة، ونقلب الخليط مع بعضه. ونجيب الصينية وندهنها برضو بمعلقتين كبار سمنة، على أساس إن هي ما تلزقش، وتبقى برضو تتحمر كويس وتبقى كويسة. يعني عايزة تحطيها ماشي، في ناس بتحط سمنة وفي ناس بتحط طحينة، بس أنا بفضل طبعا إن احنا نحط سمنة. السمنة بتكون أفضل بكتير طبعا يعني، واللي عايز بقى وكل واحد ورغبته يعني، بس أنا بفضل إن أنا أحط معلقتين سمنة. هو خلاص كده الخليط ده السايل، يعني شبه ان السكر داب مع اللبن والعسل النحل. بناخد الخليط ونحطه على السميد برضو، من اول ما تحطيه بقى ما تقلبيش كتير، يا دوبك يمتزج الخليط مع بعضه، السايل مع الخليط اللي هو السميد، مش اكتر من كده، على اساس ان هو كل ما بتقلبي في البسبوسه بتنشف. هي البسبوسه ما بتعوزش تقليب، ومجرد ما بتحط الخليط ده يا دوبك بس بتمزجي المكونات مع بعضها على اساس ان ما تنشفش منك.
هو طبعا بحكم ان طبعا ان الجو برد، واللبن كان جاي طالع من التلاجة، فبيغيب شوية عما يسخن يعني. وبعدين هناخد بقى الخليط ده وايه ونحطه على السميد والسمنة، ونحاول نقلبه بس نمزجه ببعض. لو لسه فيه سكر كده في الأرضية فبنحاول ايه ندوبه يعني، نعمله مع اللبن على أساس ان هو يدوب كمان. ونبدأ ننزل بقى بالخليط ونقلب المكونات مع بعضها، اللي هو السميد واللبن. نقلبه كده بالمعلقة، طبعا ما تطوليش في التقليب. ودلوقتي جبنا الصينية دي برضو مقاس 30. يبقى احنا استعملنا الصواني كلها مقاس 30، الصينية دي مقاس 30 هننزل فيها بمعلقتين كبار سمنة بلدي. معلقتين كبار سمنة بلدي، على اساس ان هي برضو يعني تحمر حمار كويس وفي نفس الوقت ما تلزقش. يبقى احنا كده نزلنا بالسمنة معلقتين كبار سمنة بلدي في الصينية مقاس 30. هنجيب بقى الخليط هننزل بيه البسبوسة، وطبعا واللبن والسكر والسميد وجوز الهند والبيكنج باودر والملح. ونبدأ بقى ايه نفرده في الصينية. لو انت بقى ممكن تبلي ايدك مية كده وتظبطي الخليط عشان يبقى وشه ناعم كده، ماشي. ما كانش بقى انت بتحطيها وبتبدأي ايه تهبدي الصينية كده هبلتين 3 بتتظبط مع بعضها على طول يعني، بتتظبط وبتبقى كويسة عشان تبقى سوا بعضها يعني. وهي دلوقتي بقت كويسة خالص اهي. وبعدين طبعا هيكون الفرن والع قبلها. هو والع طبعا مكان البيتزا. ونبدأ بقى نهدي النار، يعني البسبوسة ما بتاخدش نار عالية مش زي البيتزا، لا احنا بنهدي النار على درجة حرارة 180 درجة مئوية. دلوقتي هنعمل بقى ايه، هندخل البسبوسة الفرن وهنعمل الشربات كوباية ونص سكر، عليها كوباية ونص مية. بمجرد ما يغلو بننزل بعصرة نص ليمونة. وطبعا الشربات بيكون سخن والبسبوسة بتكون سخنة، الشربات سخن والبسبوسة سخنة. حطينا كوباية ونص مية أو كوباية ونص سكر، يبقى كوباية ونص مية وكوباية ونص سكر. وساعة ما يغلي بننزل بعصرة ليمون. ساعة ما يغلي بننزل بعصرة ليمونة. اهو هو غلي الخليط غلي، نبدأ بقى ننزل بعصرة ليمونة وايه ونسيبه بقى يغلي. يعني مش كتير، من 5 ل7 دقايق مش اكتر من كده، من 5 ل7 دقايق. ساعة ما يغلي بقى ايه البسبوسة طلعت اهي، بسم الله ما شاء الله، طالعة جميلة لونها جميل من فوق ومن تحت. انا سبتها في الفرن قعدت في حدود نص ساعة. ساعة ما اتحمرت حسيت ان الحوافي كده او الاطراف احمرت، بدأت اطفي واولع الشواية. قعدت اهي بسم الله ما شاء الله يطلع نص ساعة، مش اكتر من كده. شوفي حاطين اللي بنحط الشربات بسم الله ما شاء الله بتشربه على طول. دي دليل على ان البسبوسة ناجحة. البسبوسة لما تحطي عليها الشربات وتشربه على طول دليل على ان البسبوسة ناجحة. يبقى اهي بسم الله ما شاء الله بتشرب الشربات شربته كله. بسم الله ما شاء الله جميلة خالص وناجحة وطعمها خرافة، جميلة جدا جدا جدا. ودي البسبوسة ايه خلصناها. ودلوقتي البيتزا برضو هنطلعها. دي البسبوسة خلصت وجميلة جدا. احنا المفروض طبعا ان احنا نسيبها اقل حاجة ساعة تبرد، والافضل كمان لو حطيتها في التلاجة بتجمد بقى وبتعرفي تقطعيها وبتبقى مظبوطة. اما طبعا احنا مش لاحقين، لان البنات يعني بسم الله ما شاء الله قاعدين وعايزين طبعا نقدم لهم حاجة، فهنودي البيتزا ونودي ايه البسبوسة عما نعمل كيكة البرتقال، لان هما طالبين كيكة برتقال فمش هنسيبهم بقى قاعدين كده. هو طبعا الفرن لسه يعني شغال، هنهديه خالص عما اعمل الكيكة ما بتاخدش حاجة يعني، تاخدش وقت. نعملها بقى وندخلها عما ندخلها وتستوي نكون عملنا الصوص بتاعها. اما دلوقتي احنا هنقدم البيتزا والبسبوسة. شوفوا البسبوسة شربت الشربات وجميلة ازاي، جميلة جدا. ودي طبعا ايه البيتزا كمان بسم الله ما شاء الله طالعة زي الفل. طالعة مستوية ومتحمرة من فوق ومن تحت وطرية جدا وجميلة خالص. جميلة خالص يعني.
دي البيتزا اهي هنقطعها برضو لهم على اساس هنقدم بقى البسبوسة والبيتزا عما نخلص الكيكة، يعني يبقى على اساس ان احنا ما نغيبش عليهم، يعني يبقوا طبعا مقدمين حاجة عما الكيكة تخلص، لان الكيكة تاخد لها وقت هي كمان. فيبقوا نقدم دلوقتي البسبوسة والبيتزا، وبعد ما نخلص الكيكة نقدم برضو الكيكة وبيتزا ان شاء الله. بسبوسة جميلة اهي هوريها لكم دلوقتي بعد ما يعني ما هقطعها، نطلعها بقى دلوقتي ونحطها في الطبق، نرصها في الطبق. شايفين دي جميلة خالص، طرية وجميلة ومستوية ومتحمرة من فوق ومن تحت زي الفل، واللون جميل خالص من فوق ومن تحت اهي، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وطرية وطعمها جميل خالص يعني، ومغذية بقى، يعني بسبوسة جميلة متكلفة من الآخر، والله جميلة جدا جدا، وطعم العجينة فيها جميل يعني حلو قوي، بسم الله ما شاء الله اهي، بسم الله ما شاء الله. هنبدأ بقى ايه، نتقدم البيتزا. البيتزا كده ايه جميلة خالص، نبدأ بقى نقدم البيتزا، لان هم طبعا يعني ايه مستعجليني عايزين يلا يلا يلا، فالبيتزا لسه سخنة والبسبوسة سخنة، بس مفيش وقت يعني، يا دوبك يعني الواحد مش لاحق ان هو يظبط كده اموره، مفيش وقت. البيتزا بجد يعني والله اللي لو دقتوها جميلة جدا جدا جدا، وشكلها اصلا يعني شكلها بيدل على انها فعلا جميلة، كل حاجة يعني بيبان عليها، هي شكلها جميل جدا طبعا، والطعم اجمل بقى، والله طعمها جميل خرافة يعني. البنات بسم الله ما شاء الله اتبهروا بيها والله، قالوا لي جميلة جدا يا طن، وبألف هنا وشفا عليهم طبعا، ياكلوا واتبسطوا. اهي البيتزا هنوديها بقى على اساس ان احنا ايه نبدأ طبعا نبقى نقطع الصينية التانية هي كمان عما يخلصوا دول، لان طبعا هما زمانهم جاعوا طبعا، فدي حاجة يعني ايه يعني هو مش هي مش اكل تقيل، بس يعني هي حاجة يعني خفيفة وفي نفس الوقت برضو بتشبع، جميلة يعني، أكلة خفيفة، وكل اللي يعني البنات اللي في سنهم كده أو بيحبوا دايما البيتزا، وطبعا شفتوا لونها من تحت جميل عامل ازاي، لونها جميل خالص ومستوية وجميلة وهشة طبعا كده وحلوة، البيضة بتديلها هشاشة جميلة. ودي طبعا البسبوسة، البسبوسة طبعا ما كناش عايزين نقطعها دلوقتي لأنها لسه سخنة، وما بتتقطع وهي سخنة، ما بتتقطع وهي سخنة طبعا بتبقى بتتقطع مننا كده وما بتبقاش متماسكة، هي المفروض على الأقل إن هي تقعد يعني تبرد وتقعد في التلاجة أقل حاجة ساعة، أما طبعا بحكم إن مفيش وقت فهنبدأ نقطعها عشان نقدمها مع البيتزا. ودلوقتي بقى بنقطع البيتزا، هي طبعا إيه لسه سخنة، بس احنا مضطرين ان احنا نقطعها على اساس ان مفيش وقت، يعني ما تاخدش مش فيش وقت انها تاخد راحتها يعني. طبعا هي لو ارتاحت شوية وبردت واتحطت في التلاجة اقل حاجة ساعة طبعا بتبقى متماسكة وجميلة جدا جدا يعني، بس مفيش وقت فهنضطر ان احنا نقطعها. هي طبعا لسه مش متماسكة خالص لانها سخنة، انا كنت عايزة اقطعها اوريها لكم من تحت ان هي يعني مستوية واللون بتاعها جميل، بس مانيش عارفة لان هي لسه سخنة خالص، فهبدأ ان انا اطلع قطع تانية اوريها لكم. وطبعا عشان نبدأ نقدمها برضو نقدم البسبوسة يعني، لان هما ايه يعني مفيش وقت ان انا اسيبها شوية او اركنها او استنى ان هي عما تبرد، لا ده يا دوبك يعني مفيش وقت خالص اهي.
انا بس عايزه اوريها لكم من تحت اهي، مستويه وجميله خالص اهي، ولونها جميل. انا حاططها على درجه حراره هاديه، يعني اقل شويه من المتوسطه كمان. خدت لها يطلع في حدود 35 دقيقه. وأما احمرت كده من الاطراف بدات ان انا اولع الشوايه واطفي من تحت. ودي صينيه البيتزا التانية. طبعا التانية بسم الله ما شاء الله، الطبق الاولاني بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله خلص يعني. او البيتزا الاولانيه عامه خلصت. فبدات ان انا ايه اقطع البيتزا التانية على اساس ان هما برضو الوقت يعني جاعوا يعني. وحبيت برضو ان انا اوريكم قبل ما اروح اقدمها لهم يعني. ودلوقتي ايه بألف هنا وشفا، قدمنا البيتزا والبسبوسة. هنبدأ بقى نعمل الكيكة بقى. جبنا برتقال يوستفندي، بتجيبيه تقطعيه زي الليمون، تقطعيها من النص كده وتحوشي منها البذر. شوفي ما بتقطعي الليمونة كده وتبدأي تحوشي منها البذر، على اساس ان البذر ما يمررش فيها. وتبداي بتحطي البرتقال وتضربيه في الخلاط. ما بتحطيش ميه، ممكن لو عايزه تحطي ميه بسيطه بسيطه خالص ماشي، ما فيش يبقى افضل عادي، ما بيجراش حاجه طبعا. وتبداي ان انت ايه تضربيها في الخلاط وتبداي تصفيه. وبتاخدي بقى كده العصير، بيكون عصير مركز يعني عصير برتقان مركز، وتصفيه طبعا وبتحطيه. وبعدين بتحطي معاه قشرة برتقاناية واحدة، قشرة برتقاناية يوستفندي واحدة. يبقى بتحطي البرتقان وتحطي فيه قشرة برتقاناية واحدة. القشرة مش بتمرره، لا بالعكس بتديله ريحة جميلة جدا، بس ما بتمرروش يعني، ما تقلقوش من كده يعني. بنبدأ بقى نحطه كله برتقان. طبعا انا حطيت اليوستفندي ولقيته عندي مش مقضي، فحطيت كمان برتقانتين بسرة. البرتقان بسرة ما بيبقاش فيه بذر، ومجرد انك بتقشريه وبتقطعيه وتحطيه. حطيت بقى البرتقان الاستفندي كله. وبعدين لقيته مش هيقضي، فجبت برتقانتين بسرة وقشرتهم وقطعتهم وحطيتهم وضربتهم في الخلاط وصفيتهم. خدت كوباية حطيتها للعصير، وكوباية خليتها للي هو للصوص اللي هنحطه على وش البرتقان. يعني كوباية للعصير وكوباية للصوص. هتاخدي كوباية برتقان كوباية برتقان للكيكة اللي هتعملي بها الكيكة. مكان ما بتحطي لبن بتحطي كوباية عصير برتقان. بناخدي كوباية واحدة عصير برتقان للكيكة، وبرتقان وكوباية للصوص. معلش إذا كنت اتلخبطت في الأول، لا هي كوباية عصير برتقان. البرتقانية دي مش كويسة هنرميها. كوباية عصير برتقان للكيكة وكوباية للصوص. دلوقتي طبعا بقى البرتقان اللي استفند خلص. هنبدأ نقشر البرتقان بسرعة ونقطعه برضه ونحطه في الخلاط ونضربه في الخلاط من غير ميه. ولو ممكن لو هتحطي ميه حطي مثلا، خايفه على الخلاط عشان ما يبصي، حطي ربع كوبايه ميه مش اكتر من كده. وبعد ما بتضربيهم بتبدأي طبعا تصفي العصير وتحطي قشرة برتقانة يوستفندي. قشرة البرتقانة اليوستفندي بتديله ريحة ونكهة وطعم جميل جدا ولون جميل، ومش بتمرره ولا حاجة، قشرة واحدة بس. وطبعا انت لما بتصفيه لو في اي شوائب ولا في اي حاجة بتروح يعني. هنبدأ بقى نقطع البرتقانة اهي. البرتقانة اللي بسرعة طبعا ما بيبقاش في بذر خالص. تبدأي بقى تقطعيه دلوقتي وتحطيه. وخلاص دي اخر برتقانية معانا. هنحطها هي كمان. الكمية ديت عملت لنا كوبايتين عصير برتقان، عملت كوبايتين عصير برتقان. خدنا كوباية للكيكة وكوباية للصوص، بس احنا مش عايزين اكتر من كده. ما بتحطيش عليه سكر ولا حاجة، انت بتضربيه بس كده. وما بتحطيش سكر ولا اي حاجة خالص، تضربيه من غير سكر ومن غير مية. ولو عايزة تحط مية زي ما قلت لك يبقى ايه ربع كوباية مية مش اكتر من كده، عشان ان الخلاط يمشي معاكي يعني ما يبصي. بس كده احنا خلصنا الكمية خالص كلها اهي. انا من الناس يعني اللي بتحب جدا كيكة البرتقال، بالذات كمان في الشتاء. وهنحط قشرة عصير برتقان يوستفندي اهي، بوريها لكم قشرة برتقانة يوستفندي قشرة واحدة بس. ونبدأ بقى نضربه في الخلاط. هنجيب دلوقتي كوبايتين ونص دقيق. هنجيب مقادير الكيكة، هنجيب كوبايتين ونص دقيق. طبعا لازم ننخلهم، ويا ريت تنخليهم مرة واتنين وتلاتة.
انا طبعا يعني اقل حاجه خالص تنخلوهم مره، لكن لو نخلتيه مره واتنين وتلاته طبعا بيكون افضل، بتبقى هشه ما فيش فيها اي تكتلات ولا اي حاجه خالص، وبتكون افضل طبعا مليون مره. اما طبعا لو ما نخلتوش دي حاجه ايه، دي غلط، بتبوظ الكيكه، لازم تنخليه. يبقى هنجيب كوبايتين ونص دقيق، كوبايتين ونص دقيق، ديت اللي هي المقادير الجافة. كوبايتين ونص دقيق، بننخلهم كويس. كل يعني من ضمن نجاح الكيكة انك تنخلي الدقيق كويس، وتنخليه مرة واتنين وتلاتة، دي سبب من اسباب نجاح الكيكة، بتنجح معاكي جدا لو عملتي لو نخلتيه يعني. طبعا غير ان انت طبعا بتبقى دي نظافة، يعني لو في اي حاجة في طبعا بتروح، بس طبعا هو من ضمن النجاح ان الكيكة، من ضمن نجاح الكيكة ان الدقيق يتنخل ويتنخل حلو يعني، مرتين تلاتة ولا حاجة، اقل حاجة يعني. يبقى احنا كده خلصنا كمية الدقيق، كوبايتين ونص من الدقيق، كوبايتين ونص من الدقيق. نبدأ بقى ننخلهم، نخلناه، بنقوم نجيب بقى ايه، ذرة ملح، هنحط ذرة ملح، ذرة ملح، كيس بيكنج باودر، هنحط كمان كيس بيكنج باودر، كيس كامل، تحط كيس كامل. وهنجيب دلوقتي عصير البرتقال وهنصفيه، هنصفيه علشان من يعني الشوائب والحاجات اللي فيه، بنبدأ نصفي عصير البرتقال زي ما انتوا شايفين كده، هنصفيه. هي الكمية ديت عملت معانا كوبايتين عصير برتقال، نبدأ نصفيه كويس جدا. على أساس دلوقتي احنا هناخد اللي هو بقى شفشق الخلاط عشان هنحط فيه مقادير الكيكة، اللي هو البيض وعصير البرتقال والزيت والسكر. هنبدأ نحطهم بقى ونضربهم في الخلاط مرة تانية. يبقى كده بنصفيه كويس. هنخلص بقى بقية الكمية. كده صفينا عصير البرتقال. دلوقتي هنجيب الخلاط بقى، طبعا الفرن والع ومهدية النار، بتدخليها على درجة حرارة هادية جدا. دلوقتي هننزل بثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة، بتنزلي بثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ثلاث بيضات. وهننزل بمعلقة كبيرة خل، يبقى نزلنا بالثلاث بيضات ونزلنا بمعلقة كبيرة خل، يبقى ثلاث بيضات ومعلقة كبيرة خل وكوباية عصير برتقان، كوباية عصير برتقان، يبقى ثلاث بيضات معلقة كبيرة خل، ثلاث بيضات معلقة كبيرة خل وكوباية عصير برتقان، كوباية عصير برتقان، كوباية عصير برتقان. وهننزل كمان بنص كوباية زيت، نص كوباية زيت، بنص كوباية زيت، يبقى ثلاث بيضات معلقة كبيرة خل، كوباية عصير برتقان، نص كوباية زيت. وبعدين كوباية وربع سكر، السكر بيكون نص الدقيق، احنا حطينا كوبايتين ونص دقيق، هنحط كوباية وربع سكر. وضربنا الخليط كويس مع بعض، عصير البرتقان والسكر والزيت والبيض والخل يتضربوا كويس، كل الخليط ده بيتضرب مع بعضه كويس. وبعدين بتنزلي بيه على العجين او على المواد اللي هي الجافة، بتقلبي برضو، بتقلبي في اتجاه واحد، ما بتقلبي في اتجاه واحد على اساس الهواء او يعني التفريغات اللي بتبقى في الهواء ديت ما تروحش، تبقي تنزلي في اتجاه واحد على اساس تبقى العجينة معاكي هشة وجميلة. دلوقتي العجينة اهي ظبطت معاكي خالص، وقشرة البرتقان بتدي لها لون، بتخلي لون العصير اصفر كده، لونه جميل. يعني زي ما انتوا شايفين لونها جميل جدا. ونجيب بقى الصينية، هنجيب صينية بايركس اللي هي الصينية رقم 3، أكبر حاجة في الطقم، يعني هما 3 صواني، بناخد الصينية رقم 3 بنحط فيها معلقة زيت كده، وندهنها كويس.
ونبدأ ننزل بالخليط، خليط الكيكة. ننزل بقى دلوقتي بالخليط في الصينية، ونبدأ نظبط الصينية كده على أساس إن هي تكون سوا واحد، عشان العجينة تكون سوا واحد. نبدأ بقى كده نظبط الصينية مع يعني على أساس إن انت تدخليها بتكون سوا واحد، ما تبقاش حتة عالية وحتة يعني واطية، لا تبقى كلها سوا واحد. وديت بعد ما دخلناها الفرن بسم الله ما شاء الله الكيكة طالعة مظبوطة جدا وهشة وجميلة ومستوية، شكلها حلو جدا وهي فعلا مستوية وجميلة خالص. ودلوقتي الكيكة خلصت، هنسيبها على جنب ونبدأ نعمل الصوص عبارة عن كوباية عصير برتقان، كوباية عصير برتقان، وننزل فيها بمعلقة واحدة نشا، ممكن أقل من معلقة كمان، ممكن تنزلي بنص معلقة نشا. احنا نزلنا بمعلقة واحدة نشا على كوباية العصير البرتقان، وبتنزلي بمعلقتين سكر، ونزلنا بمعلقتين سكر. تبدأي تقلبي الخليط مع بعضه، وبعدين تولعي النار على درجة حرارة كده متوسطة، وتقعدي تقلبي لحد لما الخليط يبدأ ايه يمتزج مع بعضه ويستوي كده ويغلي. وتبدأي بقى تاخديه تحطيه، تكون الكيكة بردت شوية، تبدأي تحطيها على الكيكة. وولعنا عليه اهو، وهنبدأ بقى نقلب فيه. مادام حطيتي النيشة تفضلي على طول تقلبي، ما تحوشيش ايدك منه بقى بما ان في نشا، على اساس ان هو ما يعملش تكتلات منك او يكلكع منك، يبقى على طول ايدك فيه تقعدي تقلبي على طول، على اساس ان هو يعني ايه النشا ما تكلكعش. مادام حطيتي النشا يبقى لازم تقلبي ايدك فيه على طول، ما تحوشيش ايدك، على اساس ان النشا ما تكلكعش منك. نبدأ بقى نقلبه وتفضلي معاه خالص لحد لما يستوي، وتطفي بقى عليه وتاخديه تحطيه على وش الكيكة، وتبدأي طبعا بقى تقطعيها وتشوفيها. طبعا هي بسم الله ما شاء الله طالعة جميلة جدا ومظبوطة، مظبوطة جدا جدا يعني. هنقلب بقى كمان فيه لحد لما يستوي خالص، عامل زي ما تكوني بتعملي مهلبية او بتعملي بشاميل. تفضلي على طول ايدك فيه، ما تبطليش لحد لما يستوي تماما وتطفي عليه. تبدأي بقى خلاص كده، اما طول ما هو على النار لازم ايدك تكون فيه، ما تحوشيش ايدك خالص، تقعدي تقلبي 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 لحد لما يستوي ويفرد بقى معاكي كده، ويبقى ايه سايح وجميل، على اساس ان هو ما يعملش تكتلات او يعمل يعني كلاكيع كده فيه او حاجه، لا يعني المفروض ان انت على طول بتقلبيه باستمرار لحد بقى لما بيغلي وبتطفي عليه خلاص، يبقى انت كده بقيتي في الامان. تاخديه بقى تحطيه على ايه على وش الكيكه. هو دلوقتي خلاص يعني شبه دخل في السوى. هو طبعا بحكم ان احنا في الشتاء وكل حاجة ساقعة، يعني بتبقى ساقعة قوي، والبرتقان جايبينه من التلاجة، فبياخد وقت شوية على النار غير ما بتكوني في الصيف، عما تبدأ الحاجة ان هي تغلي او تستوي، وتاخد وقت شوية على النار. زي ما انتوا شايفين كده ايه اللي هو يعني جميل وسايح اهو، مفيش فيه حاجة يعني عاملة تكتلات ولا اي حاجة. ليه؟ لان احنا بنقلب فيه ايدنا فيه على طول باستمرار، فبالتالي ان هو ما عملش تكتلات ولا عمل اي حاجة خالص، يعني بتلاقيه بقى سايح وجميل، وبتلاقيه مستوي كله زي بعضه وجميل، يعني بيبقى مظبوط بقى 100%. هو دلوقتي ثواني وهتلاقيه بقى ايه خلاص ان هو خلص يعني.
دلوقتي بقى نقعد بنقلب فيها اهو. وبياخد له على النار كده في حدود 5 دقايق بس. يعني بما ان في ناس كتير قالت لي في كيكة البرتقال الاولانية احنا عايزين كل حاجة بالتفصيل. طبعا في ناس لسه مبتدئة وعايزة، يعني غير طبعا ان في ناس كتير عارفة كل حاجة طبعا بسم الله ما شاء الله، بس في ناس بتبقى مبتدئة وبتبقى عايزة تعرف كل حاجة بالتفصيل على اساس ان هي ما يفوتش منها حاجة. فانا عملت قدامكم كل حاجة على زي ما انتوا طلبتوا مني. ان انا ايه عملت كل حاجه قدامكم، ما فوتش حاجه خالص، على اساس ما يفوتكوش حاجه، تبقى كل حاجه واضحه قدامكم وعارفين هي بتتعمل ازاي. هي كلها حاجات بسيطه خالص، وكلكم طبعا بسم الله ما شاء الله ممتازين يعني. بس يعني برضو في ناس لسه مبتدئه وفي حاجات بتقع منها يعني. فانا عملت الكيكه بالبرتقال بالذات، كمان الكيكة ان انا عملتها بالتفصيل الممل على اساس تبقى ايه يعني ما فاتكوش حاجة. انا الكيكة الاولانية لما عملتها في ناس كتير قالت لي ان هي كانت عايزة تعرف كل حاجة بالتفصيل عن كده، فبدأت ان انا اعمل معاكم كل حاجة واوضح لكم كل حاجة بالظبط. هو دلوقتي الصوص بدأ يغلي اهو، يعني الصوص شبه خلص. ساعة ما تلاقيه بقى يغلي كده وبيعمل فقاعات كده خلاص بتطفي عليه، لان انت كل ما بتسيبيه كل ما بيتقل. كل ما بتسيبيه على النار بيتقل. هو بمجرد بس ما يغلي كده ويعمل فقاعات على النار بتبدأي تطفي عليه على طول، ما بتسيبهوش يعني اطول من كده على اساس ان هو ما يتقلش منك. كل ما بتسيبيه بيتقل. هو دلوقتي اهوت بدأ اهو ان هو يغلي اهوت او يعمل فقاعات، يعني شبه خلص. نبدأ بقى ايه ننزله من على النار. شفتي القوام بتاعه تقل خالص، ولو انت مش عايزه القوام تقيل كده ممكن تحطي نص معلقه نشا على كوبايه العصير البرتقال عشان ما يبقاش سميك بالسمك ده او بالتقل ده. دي للناس اللي هي عايزه ان الصوص يكون خفيف شويه عن كده. لا اما لو انت عايزاه يعني القوام ده فخلاص، هو الكوبايه العصير البرتقال عليها معلقه نشا، عليها معلقه نشا. خلاص هو كده اهوت شبه خلص يعني. بسم الله ما شاء الله، شايفين القوام عامل ازاي. نبدأ بقى ايه نطفي عليه وناخده على طول نحطه على الكيكة، يعني ما نستناش، لان انت لو استنيتي وبرد طبعا بيبدأ يمسك بقى معاكي فما بتعرفيش تظبطيه على الكيكة. فالمفروض ان انت تاخديه على طول تحطيه على الكيكة على اساس ان هو ما يمسكش منك، لو مسك مش هتعرفي تظبطيه على الكيكة. هو كده خلص خالص وعاد مظبوط. القوام بتاعه عاد مظبوط خالص بسم الله ما شاء الله، وزي ما انتوا شايفينه سايح كده وجميل ومفيش فيه اي تكتلات ولا فيه اي حاجة يعني. عاد مظبوط اهو زي الفل. خلاص بقى هنبدأ بقى نطفي عليه النار وناخده نحطه على الكيكة اهو. بسم الله ما شاء الله تبدأي بقى تفرديه كده معاكي على الكيكة. جميل خالص، والكيكة جميلة، اللون بتاعه واللون بتاع الكيكة يعني تحفة، والطعم بجد والله جميل جدا جدا جدا. يعني طبعا هي كيكة البرتقال ديت يعني من أطعم وألذ وأحسن الكيكات في الشتاء. طبعا بتبقى يعني كيكة كده مميزة كطعم وريحة ونفس وكله. فهي كده خلاص إن إيه خلاص، والصوص حطيناه. عادت جميلة جدا. طبعا هما بسم الله ما شاء الله كانوا كلوا البيتزا والبسبوسة.
هنبدأ برضو نقطع الكيكة ونوديها، على أساس إن اللي ماكلش بسبوسة أو ما بيحبش البسبوسة وعايز ياكل كيكة يبقى لبنا له إيه رغبته ونفذنا له اللي هو عايزه، ونبقى كده يعني شبه رضناهم يعني، عشان خاطر البنات برضو يبقوا مبسوطين. فهي كده خلاص، هي الكيكة كمان خلصت. دلوقتي هقطعها معاكم واوريها لكم. يعني بسم الله ما شاء الله جميلة وهشة، طلعت من الفرن من زمان اهي، وهي زي ما هي ما هبطتش ولا اي حاجة خالص. وطبعا بقى اللي متابعنا ومتابع وصفاتنا، ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي في التعليقات بتتابعوني من اي بلد، وتكتبوا لي ايه رأيكم في الوصفات اللي بقدمها. ولو ليكوا اي تعليق او اي انتقاد او اي حاجة تقولوا لي عليه، على اساسه لو عايزين اي وصفات معينة تكتبوا لي، على اساس البي لكم رغباتكم واعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه باذن الله. ان شاء الله مع بعض كده باذن الله نقدم كل اللي انتوا عايزينه واللي انتوا بتطلبوه، ويا رب اكون عند حسن ظنكم باذن الله ان شاء الله. وتكون كل وصفاتي حلوة وناجحة وتعجبكم يعني بإذن الله يا رب. واكون بقدر ان انا اقدم لكم معلومة تفيدكم يعني، او حاجة تفيدكم بإذن الله ان شاء الله يعني، على قد ما اقدر بإذن الله. ودلوقتي احنا قطعنا الكيكة، حطينا عليها الصوص. الكيكة اهي بسم الله ما شاء الله جميلة جدا، شايف زي ما انتوا شايفين هشة وحلوة خالص. طبعا انا مش عارفة امسكها من فوق على اساس ان عليها الصوص، لو مسكتها طبعا الصوص هيتبهدل وايه. وانا عايزة اوريها لكم. هي طبعا السكينة اللي بقطع بيها بتعمل يعني بما ان عليها الصوص فبتبهدل وشها شوية، بس هي طالعة كويسة جدا جدا والله وجميلة يعني، وبألف هنا وشفا يا رب. يعني يا رب تكون عجبتهم. وزي ما انتوا شايفين طبعا ان هي ايه مستوية، ومن تحت اللون بتاعها جميل، والطعم والله طعمها جميل جدا جدا يعني. بصراحة الواحد مش قادر يقاوم يعني. طبعا القطعة الأولانية ديت بما إنها بتبقى في الأول، فما بتيجي تقطعيها بتبقى متبهدلة معاكي شوية، بتبهدل الدنيا شوية. فمريش طبعا إن أنا أخدها على أساس ما يبقاش شكلها مش ظريف، فبعدت عنها يعني، على أساس إن هي بتبقى متبهدلة ما بتيجي تقطع أول قطعة، سواء منها الكيكة أو المكرونة بالبشاميل أو أي قطعة في الأول، فبتبقى مش مظبوطة مع الواحد يعني، متعرفيش تقطعها كويس. بعد كده لما بتقطعي أول قطعة تضحي بيها شوية، وبعد كده بتعرفي اللي بعدها بتعرفي تقطعيه كويس. زي ما انتوا شايفينها اهي هشة وجميلة. وطبعا يعني بحكم والله ان الواحد تعب جدا يعني طول النهار بيقضي على طلبات وبيطبخ، وبعدين جت كمان موضوع الكيكة يعني ما كنتش عاملة لا حسابها ولا كنت مرتبة لها خالص. وطبعا هم طلبوها فما ينفعش ان هم يطلبوا حاجة وانا ما اعملهاش يعني، فلازم طبعا ان الواحد اللي هم عايزينه، طبعا هم على دماغنا طبعا عشان خاطر البنات، فما اقدرش ان انا ما اعملهاش. بس يعني كان يوم مرهق جدا جدا جدا. انا حبيت بس ان انا اقطعها قدامكم اوريها لكم هشه اهي وجميله ومستويه، وبسم الله ما شاء الله مستوية من النص ومستوية من الأطراف، وجميلة جدا 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 يعني. وإن شاء الله بألف هنا وشفا ليهم يا رب. ويا رب طبعا تنول إعجابهم. هما يعني قالوا على البسبوسة وعلى البيتزا جميلة جدا، والكيكة برضو عجبتهم خالص يعني. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، قالوا ده جميلة خالص والله. بألف هنا وشفا ليهم يعني. بس انا عايزه اوريكم ان هي اوريكم التسويه، واوريكم ان هي قد ايه هشه ومستويه من فوق ومن تحت، واللون بتاعها جميل وطعمها اجمل واجمل. يعني لو جربتوها باذن الله هتعجبكم قوي 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 قوي، وهتتبسطوا منها وهتدعوا لي والله. دي جميله جدا جدا جدا. بصراحه الثلاث وصفات كانوا اجمل من بعض، والثلاث وصفات طلعوا ناجحين جدا يعني. بألف هنا وشفا طبعا.
ال3 وصفات طلعوا ناجحين خالص مظبوطين. يعني الكيكة حتى لما قعدت يوم و2 برضو كان ما زالت جميلة وما زالت محتفظة بإنها طرية وحلوة وهشة كده، وكان طعمها حلو قوي قوي. يعني وكانت المقادير مظبوطة جدا جدا جدا، والصينية كانت مظبوطة برضو بالنسبة لها خالص. هي تنفع لها الصينية دي، وتنفع لها اللي هي الصينية الألمونيا اللي هي رقم 3 برضو في الطقم، اللي هم الصواني اللي هي المستطيلة اللي هي في الألمونيا دي. تنفع الصينية دي وتنفع الصينية دي. هي عامة بتاخد اللي هي الصينية رقم 3، سواء في دي أو في الألمونيا المستطيلة، أو في المدورة برضو، الصينية المدورة اللي هي الألمونيا يعني هي نافعة في أي صينية من ال3 صواني دول، المقادير دي يعني. والمقادير دي مظبوطة جدا جدا جدا، وبألف هنا وشفا ومع ألف